فين الحكمة لما أكثر الرب جل وعلا من ذكر معنى إذهاب الحزن عن المسلم بعد الموت بأنواع من المعاني؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك إن ده جزاء صبر المؤمن على الابتلاء اللي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. والابتلاء ده لا شك إن هو بيسبب له الحزن في الدنيا. وقد قال الله جل في علاه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه هيصيب المؤمن بالابتلاء، ولا شك أن الابتلاء ده هيسبب له الحزن. وبرضه في أدلة كتيرة تدل على إصابة المؤمن بالحزن مباشرة ابتلاء. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر أنواع من المعاني اللي هتحصل بعد الموت اللي فيها إذهاب الحزن عن المؤمن. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.